السلام عليكم. هوس السوشيال ميديا، ناس كتير جدا وكل زمايلنا الدكاترة بيشتكوا من نفس الموضوع، يستقوا معلوماتهم من على السوشيال ميديا والانستجرام والفيسبوك والتيك توك والكلام دوت، وبعدين يجوا لنا العيادات بقى بالمعلومات اللي مبوظه دماغهم، يبداوا يتعبونا علشان احنا مش بنعرف نقول المعلومات المظبوطة ويستقبلوها مننا بسهولة، ويستقبلوها مننا وينفذوها كما ينبغي. ليه؟ لأن دماغهم مملية معلومات غلط. طيب، آه الناس دي معذورة، الناس دي مش غلطانة قوي. ليه؟ لأنها مهتمة بموضوع معين، وبتلاقي طبعا جوجل والقنوات بتاعة البحث والكلام ده كله بتبدأ تجيب لها كل اللي بيدور في دماغها حتى من غير ما تتكلم فيه. واللي بيدور في دماغها دوت بتلاقي على النت كلام عنه كتير قوي، والكلام دوت فيه الغث وفيه السمين. وللأسف الغث أكتر بكتير جدا جدا، والغير مفيد أكتر بكتير جدا جدا من المفيد. طب إزاي نعرف يعني؟ هو الحقيقة أنا مش هقدر أقول لك إزاي تعرف إن الشخص اللي بيتكلم ده شخص كويس وفاهم وبيتكلم الكلام ده كلام علمي ومنطقي وبناء على أبحاث وحاجات علمية حقيقية وجايد لاينز، أو حاجات لها ايفيدنس يعني في العلم ولا لا. ولكن اللي هقدر أقوله ان احنا عندنا كذا نوع من الاطباء للاسف. عندنا الطبيب المشهور وشاطر، وعندنا الطبيب المشهور بس ومش شاطر، وعندنا الطبيب اللي مش مشهور وشاطر، وعندنا الطبيب اللي ولا مشهور ولا شاطر. الحقيقة تصنيف الدكاترة للأربع أنواع دول ده مش تصنيفي، يعني هي حاجة في الماركتينج عموما، وأنا سمعتها من الدكتور إيهاب مسلم قريب والدكتور رمزي عبد العزيز بيتكلموا فيها، فهم اصاغوا او صاغوا الفكره اللي في دماغي. هو اي حاجه في الماركتينج بتعتمد على السوشيال ميديا او على الترويج، بيبقى الشخص اللي بيقوم بالبيرسونال براندنج او بيعمل لنفسه اسم عن طريق السوشيال ميديا والدعايه، بيبقى احد هؤلاء الاربعه. الحقيقه احنا عندنا نوع مفيد جدا 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 للمرضى ولنفسه، ده اللي هو الشخص او الدكتور المشهور وشاطر. ده بنسميه او بيسموه في علم الماركتنج، يعني ده بيبقى ماركت ليدر، يعني ده بيبقى راجل قائد والناس كلها بتعمل زيه. بس للاسف النسبه دي نسبه قليله جدا، لا تتعدى الواحد في المية من الدكاتره. بل بيقولوا كمان في علم التسويق ان هي لا تتعدى الواحد في المية من المجموعه المشهورين. يعني لو قلنا ان الشخص المشهور وشاطر والشخص المشهور ومش شاطر، مجموعهم الاثنين على بعض 13 14%، فمنهم 1% بس هو المشهور وشاطر. قلنا ان النوع المشهور والشاطر دوت هو الماركت ليدر، او هو احسن حاجه مفيده للمرضى. ليه؟ لانه هو معروف، الناس كلها عارفاه، وبالتالي الناس ما بتلاقيش صعوبه في انها توصل له. ومفيد لنفسه لان هو بيبقى بيكسب كويس، بيطور نفسه كويس، بيطور مكانه كويس بناء على القاعده اللي هي بتخليه يتحرك بالشكل دوت، لانه آه، المريديه كتير يعني. النوع اللي هو مش مشهور ومش شاطر، هو مش هيضر العيانين في حاجه، هو ضرر نفسه من الاول ووقف عند مرحله معينه وخلاص ثابت، فهو ضرر لنفسه في المقام الاول يعني. النوع الثالث بقى اللي هو شاطر بس مش مشهور، ده بيسموه في علم الماركتينج ده جوهرة مدفونة. يعني دوت شاطر بس مفيش ناس كتير تعرفه، فبالتالي بيقولوا عليه ان هو مقصر في حق نفسه ومقصر في حق المرضى بتوعه، لان هو مش عارف يستخدم ادوات الماركتينج علشان خاطر يوصل للناس ويعرفهم ان هو شاطر. وده بيبقى عنده، بيقولوا يعني كل الكلام بقوله لحضراتكم دوت ده نوع من الماركتينج. وبكرر تاني عشان انسب الكلام لاهله، ده مش كلامي، ده كلام الدكتور ايهاب مسلم وكلام الدكتور رمزي عبد العزيز. طبعا الاثنين معروفين في الماركتينج، وانا يعني شفت لهم الكلام دوت، وكان هو بيصادف حاجات كتير في دماغي ملخبطه كده، صغتها بعد ما سمعت الكلام بتاعهم دوت يعني. نيجي بقى لاهم حاجه في موضوعنا، اللي هو الدكتور
او ايا كانت المهنه الشخص الخطر على الكاستمرز بتوعه او خطر على العملاء بتوعه. ولما نيجي لحته الطب بقى بالذات ده بيبقى كارثي لانه بيبقى مضر وبيبقى مصيبه انه يكون مشهور ومش شاطر. مشهور ومش شاطر دوت يعني في علم الماركتينج بيسموه مدعي. وللاسف احنا يعني كمرضى ما بنقدرش نعرف مين المشهور وشاطر ومين المشهور ومش شاطر في قدام هذا السيل من جنون السوشيال ميديا اللي احنا عايشينه دلوقتي. ما بنبقاش نقدر كمرضى نفرق ما بين مين اللي شاطر ومين اللي مش شاطر في ظل انه العلم بيقول ان 1% بس من اللي احنا بنشوفه دوت هو اللي شاطر. هذا النوع اللي هو مشهور ومش شاطر قلنا انه بيعتبر مدعي. وللأسف السوشيال ميديا في كل المجالات مش في المجال الطبي بس مليانة بالمدعين ومليانة من هذا الصنف. مش معنى ان شخص عنده فولورز كتير قوي وبيعرف يتكلم كويس انه هو شاطر. طيب احنا دلوقتي مشكلتنا ايه اللي بدأناها في اول الفيديو؟ مشكلتنا ان كثرة الناس ديت حشت دماغ العملاء او بالنسبة لنا المريضات بتوعنا اللي داخلين على برنامج الحقن المجهري او اللي بيشتكوا من تأخر حمل بمعلومات كلها هبد. وآسف ان انا بقول كده لان المعلومات ديت احنا بنشوفها في العيادات بقى. بنشوف الناس في دماغها حاجات غريبة جدا وللأسف الحاجات دي مش صح 100% ولا غلط 100%، بس تعميمها هو اللي غلط. كون ان انا اطلع على الناس واقول لهم انه اي واحدة لازم تعمل حقن مجهري لازم تعمل البرنامج الطويل لان البرنامج الطويل افضل، ده كلام فاضي وكلام فارغ وكلام نصب. ليه؟ لان اللي يناسب مريضة ما يناسبش التانية. ده على سبيل المثال. انا طبعا لو فتحت في الموضوع كله هناخد 50 ساعة ان شاء الله، ولكن انا بضرب مثال مثلا يعني. وبالتالي النصيحة الوحيدة اللي اقدر اقدمها للمريضات بتوعي لو انت عاوزة تسألي كويس او للمريضات عموما اللي بيسمعوني يعني لو انت عاوزة تسألي كويس على الطبيب اللي انت رايحة تعملي معاه حقن مجهري، لو انت عاوزة تسألي كويس او تعرفي كويس شطارة الطبيب اللي انت رايحة تعملي معاه حقن مجهري، اسألي زمايله الدكاترة في التخصصات التانية. احنا كدكاترة اكتر ناس بنعرف بعض شاطرين ولا لا. دي النصيحة الوحيدة اللي انا املك ان انا اقدمها يعني. غير كده بقى بعد ما توصلي للدكتور دوت اللي هو شاطر ومشهور او شاطر وجوهرة مكنونة ومش مشهور، حاولي تسلمي له الحالة كحالة، اعرضي مشكلتك عليه وسيبيه يبدأ ياخد القرارات المناسبة لحالتك. سيبيه يتعامل مع الحالة، مش تسيبيه يعني مش هتقولي له مش هتستفسري عن حالتك ومش هتعرفي حالتك بالظبط، لا مش ده القصد. القصد انك تسأليه الأسئلة اللي ممكن تفيدك وسيبيه يتعامل مع حالتك كحالة، وهو أكيد إن شاء الله هيعمل معاكي أحسن حاجة. يبقى هي مشكلتك الأساسية في رحلة إنك تدوري على طبيب ثقة. إحنا هنبعد عن حتة مشهور وشاطر وهنقول تدوري على طبيب ثقة. علشان على فكرة بالمناسبة الطبيب الثقة لو مش شاطر عمره ما هيضرك. يعني أكيد مش هيبقى عنده الإيجو أو مش هيبقى عنده التكبر ان هو يقول لك لا انا هبعتك لاستاذي او هبعتك لحد بيفهم في الموضوع ده احسن مني. ده الطبيب الثقه. فدورك الاساسي ان انت تحاولي تلاقي طبيب ثقه وبعد كده تبداي تستجيبي معاه في كل خطوه وتركزي في كل حاجه هيكتبها لك وتاخدي بنصيحته لانه اكيد هيبقى امين معاكي في النصيحه. وطبعا يعني مصر مليانه دكاتره كويسين وثقه. انا بتكلم علشان جنون السوشيال ميديا اللي شغال اليومين دول مليان للأسف مليان نماذج مش مظبوطة وبيضر العيانين بتوعنا. ولكن لو وصلنا للدكتور الثقة سواء بقى مشهور ولا مش مشهور، بس زي ما احنا قلنا الماركتينج علم الماركتينج بيقول ان الشخص اللي شغال مهنة حرة هو واحد من الأربعة اللي قلناهم دول، مالهمش خامس. بعد ما لقينا الدكتور الثقة اللي احنا
ان شاء الله هنتعامل معاه وهنلجأ له علشان يعمل لنا عمليه الحقن المجهري. في الفتره ديت اللي احنا هنعمل فيها الحقن المجهري، يا ريت يا ريت يا ريت كل واحده ما تبصش لواحده تانية. يا ريت ما بصش لفلانه اللي معايا اللي اتعرفت عليها في المركز او في العياده واخدت تليفونها، حملت ولا ما حملتش، خدت 10 حقن ولا 12، خدت البروتوكول الطويل ولا القصير، خدت 20 حقنه ولا 15. لان والله العظيم كل حاله في مجالنا عباره عن حاجه مستقله بذاتها، عباره عن تركيبه مستقله بذاتها. ولا استجابه المبيض واحده، ولا الوزن واحد، ولا العمر واحد، ولا الحالة بتاعة الهرمونية ولا الحالة الهرمونية بتاعة الجسم واحدة. وحتى لو تشابهت كل الحاجات ديت، حتى لو السن والحالة الهرمونية والوزن وكل حاجة شبه بعضها، برضو استجابة المبيض بتختلف من واحدة للتانية. وهم عندهم نفس السن ونفس الوزن ونفس مخزون المبيض. ممكن واحده تستجيب على اليوم العاشر، واحده تستجيب على اليوم ال 18، واحده تستجيب على اليوم ال 14. ممكن واحده تاخد 10 حقن، واحده تاخد 5 حقن، واحده تاخد 35 75 حقنه. فثقي الاول في مكان، ثقي الاول في طبيب، وبعد كده لو سمحتي اشتغلي شغلتك اللي هي ايه؟ تشتغلي مريضه، ما تشتغليش طبيبه ومريضه ومحلله متخصصه في الماركتينج والسوشيال ميديا.